سيسدد اول كوره؟ اشرف المغربي سيتصدى للكره الاولى هنا في مواجهه ابراهيم النصيري امامك مهمه شاقه يا ابراهيم. الكره الاولى الله اشرف المغربي كانه لا يسمع صهيونكم لا يسمع سلاحكم يكون لي شاركون لكنه لا يسمع هل يسجل اياد ام حسن حلاوه؟ ننتظر في مواجهه حسن. لابد ان يبدأ الفارسي باول غزوه فارسهم يتصدى للكره الاولى يسجلها على طريقه الكبار. هنا الكره الثانيه محمود شحته وابراهيم النصيري مواجهه الخاصه محمود شحته يحط في نفس الطريقه يسجل في نفس الطريقه يضع الكره على يسار ابراهيم النصيري ويسجل ثاني الاهداف. الكره الثانيه من سيسددها هو سبوبة من يتحمل تلك المسؤولية الشاقة، مسؤولية شاقة جدا على عاتقك يا سبوبة في مواجهة علي في مواجهة حسن حلاوة. لطالما مواجهات مع بعضكم في مواجهة حلاوة يعرفك جيدا يا حسن يا حلاوة. سدد لك الكرة الزاوية التي لم تذهب إليها في منتصف المرمى. الكرة والمواجهة محمد أمين في مواجهة إبراهيم النصيري. يا محمد يا عبد الله لو كنت موجود الليلة يعطي التعليمات الحارس الذي كان دائما محمد أمين. محمد أمين لا يضيع أبدا الكرة الثالثة يا طهرة عظمة في مواجهة حسن حلاوة. يا عظمة مسؤولية كبيرة هذه الكرة لو ضاعت تترفع طهرة عظمة في مواجهة حسن الله يا عظمة الله على التنفيذ. ركلة يا علي الغمري ركلة لا زالت الإثارة تتواصل لا زالت الأماني ممكنة لا زالت الفتحة متواصلة. هنا إبراهيم النصيري في مواجهة علي الغمري المحارب الفارس سيرشح كف الطريق. هنا المواجهة بين علي الغمري الذي سجل في المباراة وبين إبراهيم النصيري. علي الغمري حسن حلاوة ركلته احمد رمضان حسن حلاوة احمد بن طلال حسن حلاوة يعبر بالشيخ زكري الى الدور القادم ماذا هناك عودة ننتظر. هل سيتم الاعلان رسميا للزكري الى الدور القادم ام هناك تدخل من قبل الفار؟ ننتظر لنرى نشاهد. رجل واحد اللي الثاني ورا لا فيش فيها سمر لا فيش ليه موقف على الخاص وبده يرجع للفوق. انا عارف ماشي تم وقت اللعب اهو حركه رجل. ايوه هيرجع للفوق
ينفعش تطلع في السماء. يعني مش دي اللي بتصور؟ عمر ما تيجي ديت، عمر ما تجيبك الخط بتاعتك انت؟ يا عم اطلع في السماء كده عمر البرازيلي بالك ايه؟ صح؟ اي حد جمع العودة إلى تقنية الفار. ماذا يخبئ لنا الفار؟ ماذا يخبئ لنا الفار؟ ماذا يخبئ لنا الفار؟ ننتظر القرار الأخير. هل الشيخ بكري تعبر أم هناك أمل؟ تعبر إلى الدور القادم. الشيخ بكري تطيح بأصحاب الأرض والجمهور لها من ليلة حزينة على جمهور القاهرة.